لو عاوز تعرف إيه هي الأعراض اللي ممكن تحصل بعد عملية تكميم المعدة وتكون طبيعية، تابعني في الفيديو ده. ركز معايا عشان ما تقلقش وتحط في بطنك بطيخة صيفي وتطمن على نفسك. زغللة ودوخة لمدة أسبوع، سخونية في أول أسبوع وبتبقى الزيادة في درجة الحرارة درجة واحدة مش أكتر. دوخة لو قمت من النوم ووقفت مرة واحدة. الاكتئاب في أول 3 أو 4 أيام لأن الأحماض الكيتونية بتزيد وبترفع حموضة الدم عشان السوائل قليلة. زيادة اللعاب، نقصة في فم المعدة من غير ما تشرب. تحس إن المية طعمها مر وتقيلة، عشان كده ممكن نضيف معلقة عسل صغيرة للتر مية عشان يبقى طعمها مقبول. تحس إن المية والسوائل واقفة على صدرك. تحس بزغولة وإنت بتشرب. تحس بحموضة وخصوصا لو ما أخدتش علاج المعدة. ترجع مرة أو مرتين. الإمساك أمر طبيعي بعد العملية عشان قلة شرب السوائل. ممكن تدخل الحمام مرة كل 3 أو 4 أيام أو مرة كل أسبوع. عشان كده ناخد ملينات ونشرب سوائل كتير. بعض الحالات لما بتحس بالشبع بتحس إن الأكل واقف على صدرهم أو بزغطة أو غممان نفس أو ترجيع، ولو ده حصل نبطل أكل بسرعة. بعض الحالات بتحس إن في أكل معين نفسهم مش رايحاله، عشان كده ممكن نأجله لمدة أسبوع أو أسبوعين وبعدين نحاول ناكله تاني، وده إحساس طبيعي لحد 6 شهور. لخبطة في الدورة الشهرية في أول 6 شهور. إحساس الجوع بيبقى قليل وممكن يزيد في أول شهر بعد العملية، وده إحساس الجوع الكاذب. الجرح ممكن يجيب إفرازات مدممة على رابع أو خامس يوم. كل اللي عليك تعصره وتغير عليه. ما بين كل مرحلة ومرحلة تحس بنقصة في فم المعدة أو ترجيع مرة أو مرتين، وده طبيعي لحد 6 شهور. لما بناخد الفيتامينات تحس إنها صخرة واقفة على صدرك، وده طبيعي لحد 6 شهور. تخس في أول شهر من 6 ل 12 كيلو. ثبات الوزن بعد أول شهر عشان الجسم وصل لوزن كويس. لو عاوز تعرف هي الأسئلة الشائعة حوالين عملية تكميم المعدة، تابعني في الفيديو اللي جاي. استنوني.